وبرنامج من الحياة. أحد أمراض العصر اللي بنعيشه دلوقتي حالة التوتر المستمر. توتر مستمر، دايما بنتابع الأخبار وبالتالي ده بيزيدنا قلق وتوتر، يا إما دايما بنحاول إن احنا نواكب كل ما هو جديد. لكن إزاي نوصل لحالة سلام داخلي في وسط كل التوتر ده؟ هو ده موضوع حلقتنا النهارده. لكن في البدايه حابه ارحب بضيفتي اللي مشرفاني ومنوراني في الاستوديو، مدام شيري ماهر، خادمه بمعهد المشوره بالمعادي. برحب بحضرتك معانا. اهلا بيكي. اهلا بيكي. طبعا يعني ما نقدرش ننكر ان احنا كلنا دلوقتي عايشين حاله توتر، يعني بالذات الوقت الحالي وعلى مدار سنه فاتت حاله من التوتر يعني زادت علينا على التوتر العادي اللي احنا كنا بنعيشه. كل الناس حاسه ان هي طول الوقت متوتره، حتى في بيتها، في شغلها، في مواصلاتها، في كل حاجه احنا متوترين. عايزين النهارده نتكلم ازاي نوصل لحاله سلام وهدوء داخلي شويه من كل التوتر دوت. لكن خلينا الاول نشوف موقفنا الدرامي بجسد مشكلتنا ونرجع نتناقش مع حضرتك. نشوف مع بعض. صباح الخير يا شيخ. صباح الخير يا ميرنا. ايه اللي اخرك كده؟ اللي اخرني الطريق، الدنيا زحمه، حاجه بصراحه حاجه صعبه. هو النهارده بس؟ ما احنا على طول كده، ايه الجديد يعني؟ بس النهارده بصراحه زياده اوفر، كل حاجه واقفه، حاجه كده انت عارفه تحرق الدم وتخنق. تخيلي لما يومك يبتدي بالمنظر ده، مودك يبقى عامل ازاي طول النهار؟ انا متوتر طبعا. كفايه كفايه الله يخليكي، كفايه. عشان انتوا بتعذروني، ما تقعدوش كل شويه تقولوا لي انت على طول بتطرى. هعمل لك ايه؟ انت بتوتريني معاكي، بتوتريني يا بنتي. مش انا اللي متوتره، الحياه كلها بقت توتر، البيت، المواصلات، الطريق، كلامنا مع بعض، كل حاجه بصراحه توتر توتر توتر. انا زهقت. خلاص بقى، ربنا يرحمه. كفايه، ربنا يرحمه. كفايه بقى، كفايه. قلب حاضر، دقيقه واحده. ايوه استاذ ماجد، ازيك؟ التقرير لا لسه ما خلصتوش. ما خلصتوش. هو انا مش قلت لحضرتك لما اخلصه انا هكلمك؟ انا مش عارفه انت مستعجلني على ايه. هخلصه واكلمك. انا متوتره خالص. طب انا هشتغل ازاي دلوقتي؟ خلاص حاضر هخلصه واكلمك النهارده. حاضر. سلام بقى، خلاص سلام. يا ساتر. اهدي يا حبيبتي، اهدي يا ماما، وبتقولوا عليا انا اللي على طول متوتره. انت السبب. عادتيني على طول متوتره وبتوتريني معاكي. عاجبك اللي عملته في الراجل ده؟ صراحه سجلي مش عارفه اقول لك ايه، هو تقريبا بقى سمه من سمات العصر، وبعدين تقريبا الناس كلها بقت كده. مش انا بس اللي متوتره على فكره، عشان ما تظلمونيش وتقولوا انا بس اللي متوتره. هي حاجه، هو بصراحه احنا بنجري ورا بعض في الكلام. انا حاسه ان في حد بيجري ورانا، ليه؟ انا مش عارفه. هو شكله كده حد بيجري ورانا. بصي بقى، دي حاجه بقت مؤسفه جدا. كفايه جدا. مشاهدينا، ورجعنا لكم مره تانية بعد الموقف الدرامي. مدام شيري، شفنا موقفنا الدرامي. طبعا الناس كلها حاسه ان هي بتجري، قاعدين في سباق، كل واحد فينا بيجري وبيلهث. كل يوم بتجيلنا احداث جديده، كل يوم مشاكل جديده، كل يوم توتر كمان بنضاف لينا جديد. كل حد فينا حاسس ان هو داخل في سباق. ايه حاله التوتر الفظيعه اللي احنا وصلنا لها دلوقتي؟ يعني فعلا حاجة مرهقة جدا، وانا حاسة بالناس جدا، وحاسة بالشارع المصري، وحاسة بالبيوت، وحاسة قد ايه انه احنا في حالة سباق، مش بنقعد وبنرتاح. ويمكن دي اتكلم عنها الكتاب المقدس في سفر الجامعة، لما بيقول كده ان كل ما عمل تحت السماوات هو عناء رديء، جعلها الله لبني البشر ليعنوا فيها. ده اللي شافه سليمان، انه ده المنظر، انه هو عناء وسباق، مفيش اي راحة. ويكمل في سفر الجامعة في اصحاحات كتيرة قوي وجاية في مرات كتير، يقول بس كل اللي انت مطلوب تعمله انك تستمتع وتستريح، وانك تشوف عطية ربنا ليك.
فجايه مثلا في جامعه 2 يقول جامعه 2 22 ليس للانسان خير من ان ياكل ويشرب يري نفسه خيرا من تعبه. رأيت هذا أيضا أنه من يد الله، يعني يستمتع حتى في وسط كل هذا العناء. بالأكل والشرب، ويستمتع بالعمل اللي ربنا اداهوله، ويشوف ان ده عطية من ربنا. ويقول حتة صعبة قوي، يقول الجاهل يعطيه شغل الجمع والتكويم ليعطي الصالح، لكن الصالح هو اللي بيركز مع ربنا وبيعرف حتى يستمتع بالعطايا اللي ربنا اداهاله، يستمتع بالخير اللي ربنا اداهوله. فاحنا محتاجين ان احنا نبتدي نهدى، رتم الحياة يهدى شوية، وده اللي احنا يمكن نتكلم فيه وسط الحلقة. طبعا احنا دوت الهدف بتاعنا النهارده، ان احنا ازاي نخلي نفسنا نرجع هدوء وسكون، ونقدر يعني فعلا نستمتع بحياتنا. ما احنا مش هنفضل طول الوقت عمالين نلهث وكأننا بنجري. عايزين ان احنا نتعلم النهارده ان احنا في وسط حياتنا واحنا بنكملها، لكن نقدر بالظبط. كمان ناخد قسط من الهدوء. طيب خلينا نبتدي من البدايه ونقول يعني ساعات احنا ليه متوترين اصلا؟ يعني الناس بتقول اكتر حاجه ممكن تخلينا طول الوقت خايفين، يا اما بنبقى خايفين من حاجه تحصل، يا اما حاجه تانية مش عايزينها تحصل. وحقيقي ان الاثنين دول ساعات لما يعني انا خايف حاجه تحصل او مش عايز حاجه تحصل، 99 من المخاوف ديت في الحقيقه هي ما بتحصلش. فاحنا عايزين النهارده ناكد على نفسنا ونقول ازاي اتعامل مع فكره التوتر، وان انا طول الوقت انا خايف 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 ده يحصل. ازاي اتعامل مع نفسي؟ ايه الحل ده؟ نعمله ايه؟ محتاجة اشرح الاول ايه اللي بيحصل في جسم الانسان لما بيتوتر. اما مثلا عينيا بتشوف حاجة او وداني بتسمع خبر، واحنا بنقلب بقى دلوقتي على الفيسبوك وبنشوف الاخبار قد ايه صعبة، او انا فكرة بتجيني بتوترني وبتخوفني، ايه اللي بيحصل في جسمي؟ انه بيرسل اشارة لحتة كده في المخ مسؤولة عن الغضب والخوف، جوه المخ يعني مسؤول عن المشاعر. ده الفص الايمن. غير الفص الايمن والايسر في المخ الاعلى والمخ الادنى. المخ الادنى دي حته تحت المخ الاعلى اللي هو مسؤول عن التفكير وعن الادراك وعن الاختيارات والقرارات. في حته تحتيها كده مسؤوله عن الغضب والخوف، تروح بترسل اشاره لحته عند الغده الكظريه فتفرز هرمون اسمه هرمون الادرينالين او هرمون الكورتيزول. فهرمون الكورتيزول ده لما بيزيد قوي في الجسم بيزود ضربات القلب، وبيمنع الانسان انه يفكر، بيمنع الحته بقى اللي مسؤوله عن التفكير المنطقي، يمنعه عن التفكير المنطقي وعن القرارات وعن الاختيارات الصح. فاحنا تلاقينا واحنا خايفين ومتوترين مش عارفين نركز، صحيح، ولا عارفين نختار، ولا عارفين احنا بنبقى شايفين الدنيا سودة بس. بالظبط كده. مش قادرين. يعني ده بيبقى جزء كمان من طريقه تفكيري، وجزء من الكيمياء اللي ماشيه في جسمي بسبب الحدث اللي انا فسرته ان ده هيخوف. وده اللي احنا محتاجين نتحكم فيه في اجسادنا. لما نيجي نشعر بالتوتر محتاجين نقلل من هرمون الكورتيزول اللي افرز بزياده جوه جسمي. وده اللي احنا هنتكلم فيه بعد شويه، انه ازاي اتدرب ان ده يقل جوه جسمي. جميل. حاجه تانية انه تفسيري للموقف. يعني الخوف والقلق ده نتيجه فكره او معتقد عندي من زمان، وتعودت ان انا لما يحصل موقف اترجم بناء على اللي موجود جوايا كده. ومن كتر هرمون الكورتيزول اللي افرز في جسمي بسبب التوتر والقلق بقى عندي نوع من ادمان التوتر. فبقيت على طول عندي كده رابطه ما بين ان لما الحدث ده يحصل اتوتر، لما الدنيا تبقى زحمه في الشارع اتعصب، لما معرفش الاتوبيس يفوتني اتنرفز او اقلق. فاحنا بقينا بناخد الماضي حتى ونخليه يأثر على الحاضر والمستقبل بتاعنا عن طريقة تفكيرنا اللي فاتت او اللي احنا اتعودنا عليها طول سنين عمرنا. بقينا نعمل رابطة ما بينها وما بين حتى مشاعر القلق. أيوة. فللأسف ادمنا القلق، بقينا نقلق من غير ما نحس. صحيح صحيح، هي دي فعلا بقت يعني شكل عام جدا. طيب احنا دلوقتي اتكلمنا على حد مثلا ان ممكن يكون خايف من حاجه تحصل فبيقلق. في وقت طبيعي ممكن الانسان يقلق فيه، طبيعي جدا. انا عندي انترفيو شغل جديد، عندي مثلا عندي امتحان، شيء طبيعي ان انا اقلق اللي هو القدر العادي. لكن في ناس تانية
متوترين من غير اسباب، يعني تحسي ان هم طول الوقت كده بقي زي ما يكون سمة حياتهم او ستايل حياتهم التوتر العام، لدرجه انها ممكن تكون بتاثر ان هو يتهته في الكلام او ايديه تترعش. ازاي نقدر نقول للناس دي ان هم يسيطروا على الحاله دي؟ يعني احنا قلنا في اسباب للتوتر، اوكي تمام. لكن في ناس تانية هي متوتره لوحدها مم. ودي بتعاني كتير جدا. دي برضو عايزين النهارده نقول لها يعني ازاي انها تقدر تاثر يعني او تسيطر على تقلل الحاله من- دي. محتاجة ان هي تهدى، محتاجة ان هي تبتدي تستمتع بالحياة، يعني بيبقى عندها وقت هدوء، وقت راحة، مم. وقت تأمل، وقت صمت. كل الحاجات دي بتفرق، كل الحاجات دي بتقلل سيطرة الهرمون دوت على المخ، وبتقلل نسبته في الجسم، فبتخلي الواحد عارف يفكر وعارف يبقى هادي. فمحتاجين ناخد وقت مع ربنا، وقت تأمل، وقت خلوة، وقت صمت، وقت راحة، وقت استمتع. حتى ان انا لو هعمل كوباية شاي ولا كوباية نسكافيه استمتع بطعمها، ان انا اقعد في الشمس واستمتع بالجو واستمتع بالطبيعة، ادي نفسي فرصة ان انا اتأمل في كل حاجة وبتفاصيلها. الحاجات دي كلها بتأثر على التوتر اللي عندي. بعد وقت يعني كل ما ادرب نفسي بتعود عليها طبعا. بتعود على ده. اتعود ان انا اشكر كل يوم ربنا على 3-4 حاجات عملها في يومي، حتى لو كانت حاجات بسيطة قوي قوي لا تذكر، بس اتعود على نمط ايجابي، انجز حاجات بسيطة. انجاز ده بيفرز هرمون اسمه الدوبامين، هرمون السعاده. فده بيقلل هرمون الكورتيزول بتاع القلق. فمحتاج ان انا اركز على حاجات ايجابيه، اركز على الحاجات اللي بتبسطني وتفرحني في اليوم، ما يبقاش الحياه كلها الساقيه اللي احنا عايشين فيها. هل في تدريب معين نقدر نعمله علشان نقلل دلوقتي؟ خلاص انا حاسس ان انا دخلت في حاله التوتر اللي دايما بربط بيها مثلا احداث معينه فحصل كده فانا بتوتر اوتوماتيك. هل في تدريب معين ان انا اقدر اعمله اقلل الكورتيزول؟ اخد نفسي بالراحه، دي تمارين نفس وتمارين استرخاء، ان انا اتنفس بالراحه واطلع النفس بالراحه. وفي ناس كمان تحب تعملها مع صلاة يسوع، اللي هو يا رب يسوع المسيح مع الشهيق ارحمني انا الخاطي مع الزفير، يعني تحب تتنفس بالراحه. التنفس بالراحه ده بيخليني ابقى واعيه بجسمي، وده بيقلل على طول، بينزل نسبه الكورتيزول في الجسم على طول. ان انا اركز على حاجه ايجابيه، ان انا هير اند ناو، يعني بركز هنا والان على حاجه اللي انا فيها دلوقتي. ما كومش الدنيا كلها وكل المشاكل، زي ما بيقولوا كده عيش اللحظه. ما بقاش قاعد بس عايش في امبارح او في بكره، لا قاعد مستمتع باللي انا فيه، حتى لو كان لعب، لو بشرب، لو باكل، لو بطبخ، لو بمسح الشقه، لو بنظف. اركز في اللحظه اللي انا فيها وابقى واعي بجسمي كمان. ساعات في ناس كمان تبقى تطبطب كده على نفسها، تحس يعني تبقى واعيه بجسمها، لان كل ده بيقلل نسبه التوتر. كل ده بيقلل دي بقى تدريب لحظي ده يعني التدريب اللي حضرتك قلتها لنا الاول حته ده تدريب بقى، يعني انا بدرب نفسي على حاله عشان ما ادخلهاش، لكن دخلت في حاله التوتر بعمل تدريب النفس وان انا احس بجسمي ده حتى أكتر. كمان لما انا ممكن ابقى عيانه والوقت دوت، يعني معظمنا عيب الكورونا، في الوقت ده انا ممكن من كتر التوتر والخوف يحصل لي حاجات غريبه في جسمي، فانا ممكن اكنترول الوجع حتى بتاع جسمي عن طريق ان انا اتنفس بالراحه، ان انا حتى اقول ايه بس اقولها بالراحه واقولها بتامل وافكر فيها. ده بيعين نظري من على السبب الخوف او سبب التوتر اللي انا فيه، وبينقل تركيزي على حاجه تانية. فهي الفكره كلها ان انا انقل تركيزي من على السبب اللي بيخوفني واحطه على حاجه تانية. اوكي تمام. طب هل نقدر نقول من ضمن اسباب التوتر ان انا بفتقر حته الايمان والثقه في ربنا؟ يعني بمعنى ان لو كل ما بحس بقلق وتوتر وجريت وحطيته قدام ربنا، هل ده ممكن يهدي برضو حاله التوتر اللي انا فيها؟ طبعا بلا شك انه القعده مع ربنا على طول الحقيقيه، العلاقه الحقيقيه، يعني مش بس التدين الشكلي، العلاقه الحقيقيه مع كلمه ربنا، وحفظي للكلمه والايات حتى اللي ممكن تمنع عني ارددها تثبتني وتشجعني. بالظبط كده. ده بيفرق معايا ان انا اعمل سيلف توك او اتكلم مع ربنا بشكل يعني مستمر طول اليوم، حتى في وقت شغلي، في وقت المواصلات، ان انا اكلم نفسي واهدي نفسي. زي ما بيقول المزمور هدأت وسكنت نفسي، يعني انا بتكلم مع نفسي وبهديها وبسكنها، زي مثل الفطيم نحو امه، اكني نفسي دي طفل صغير وعماله اقول لها اهدي اهدي والموضوع بسيط فبعمل سيلف توك مع نفسي.
ده بيفرق جدا يعني. ويمكن كمان حضرتك فكرتيني بداوود، يعني مره كان يعني شايف نفسه حزينه، طب إيه انت مالك، انت ماذا بالظبط تأنين، بالظبط كده، انت زعلانه من ايه، اكنها 42. فعلا هي حد قدامه وبيشوفها اكنه بيحيلها، انت وانت زعلانه ليه؟ طب ما تيجي نشوفي انت زعلانه ترجي ليه. الله، ترجي الله بالظبط. وممكن كمان انا حته ان انا افضل افكر نفسي بحاجات كتيره، مواقف ربنا عملها معايا وعداني من ازمات كتيره، فانا اقول يعني اكيد اللي وقف معايا في كل اللي فات دوت. بالظبط، عشان كده مهم قوي ان انا ادون الشكر كل يوم الصبح. صحيح. ده بيضيع الاكتئاب وبيضيع التوتر. لما افكر في يعني دايما اللي بدور عليه مخي هيركز عليه. يعني لو دخلت الاوضه بدور على حاجه غلط، مخي هيركز على الحاجات الغلط في الاوضه. صحيح. لما بصحى الصبح بدور على حاجه حلوه حصلت، مخي بيركز دايما على الحاجات الحلوه. ويعني حتى انت دايما الفكاهات، يعني لما تصحى من النوم يعني خلاص سيب كل القلق والتوتر، نايم ما تصحوش معاك. بالظبط كده. حلو كمان لما اصحى من النوم ان انا اقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونبتهج فيه. حلو ان انا اول ما احط رجلي على الارض اقول الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مرعى خضر يربدني، انما خير ورحمه يتبعانني كل ايام حياتي، واقوم ابتدي حياتي. ده علاج للاكتئاب كمان وعلاج للقلق والتوتر، ان انا ابقى مركز على كلمه ربنا. فطبعا التركيز على كلمه ربنا وقرايتها باستمرار وترديدها ده بيقلل التوتر. طيب طبعا يعني احنا عايزين برضو نقول، عايزين بقى كده تدريب باكج، تدريب كده عامه، ان انا في ظل الظروف اللي احنا حكينا عليها، انا مثلا حد بينزل شغله بلاقي توتر في الشارع، الناس كلها بتجري، الناس مواصلات بتجري في الشغل، دايما الريتم حياه بقى سريع، كل حاجه محتاجه اروح البيت نعمل المهام المنزليه، اكل الاولاد، كلنا عايشين الدايره دي. احنا النهارده عايزين ناخد شويه تدريب بقى كده، يعني عارفه 1 2 3 نعمله من اول ما بنصحى لغايه ما بننام، عشان نقلل الحاله ديت وندي نفسنا راحه وهدوء وسكون، يعني امشي كده بسلام في وسط الدربكه اللي حواليا. رقم 1 محتاجه اخطط ليومي. يعني احط بلان لليوم بتاعي، من الساعه كذا للساعه كذا اعمل كذا. فلما ببقى شايف الرؤيه كامله بالظبط. واحط وقت للاسترخاء. احنا بنستخسر فينا في نفسنا وقت ان احنا نستريح، مع ان دي صيانه يعني للام، انها لما تعمل كده وتصون نفسها كده وتدي نفسها وقت راحه تعود بطاقه اكبر طبعا بكتير. طبعا. ولازم اللي حواليها يساعدوها. يعني ما يقولهاش انت قاعده ساكته وسايبانا، لا هي تقول لهم ده وقت كده، ويساعدوها على كده، يعني يدوها حريتها ويدوها حقها في انها تعمل كده. ده جميل. يبقى احنا قلنا اول تدريب ان انا هخطط ليومي، وبالتالي هبدا شايفه انا مطلوب مني، وحتى ممكن في النص لو انا ما قدرتش اعمل حاجه هبقى فاهمه انا ممكن اجله لامتى، يعني انا قادره اهندل. ما اتضايقش من نفسي، ابقى حنينه على نفسي. اوكي. وقلنا كمان هنبتدي بان احنا دايما نقول يا رب انت اديتنا يوم جديد، دي نعمه حد ذاتها، ودلوقتي اعتقد ان احنا كلنا عارفين قيمه النعمه دي، كون ان يوم بيجي جديد عليا وانا سليم مثلا، دي نعمه ما بعدها نعمه يعني. ومحتاج ان انا اقعد بقى مع ربنا، يبقى في وقت للخلوه الشخصيه وقاعده مع الكتاب 3 4 ايات كده، ابتدي افكر فيهم، اتامل فيهم، اصلي بيهم. دي من ضمن برضو الحاجات. يبقى بخطط ليومي، يبقى في وقت لربنا، اعمل تمارين للنفس، ابقى ليا وقت للاسترخاء، دايما ابقى عايشه اللحظه الحاضره، هير اند ناو، يعني ومستمتع يعني اتعلم استمتع. احنا مش بنتعلم نستمتع، يعني احنا ما يعني ما اتعلمناش نستمتع. اتعلم ازاي استمتع بالحاجه، حتى لو بشرب كوبايه عصير استمتع بطعمها، احس طعمها في بقي واستمتع بطعمها. الحاجات دي كلها بتخليني اركز على الحاجات الحلوه، اركز على الحاجات الايجابيه. يبقى عندي زي اجنده كده او نوته بكتب فيها كل يوم اللي ربنا عمله معايا، واشكر ربنا على كام حاجه كده كل يوم حصلت معايا، واستمر في دوت. اخرج للاماكن اللي فيها شمس، ده حتى الشمس يعني مهمه، بيقولوا فيها فيتامين د. مهم قوي. حتى في سفر الجامعه كده، في جامعه 11 يقول النور حلو، الشمس حلوه، والقعده والبص على الطبيعه حاجه حلوه. فمحتاج كمان ان انا اغير جو،
في ظل هذه الظروف، لانها بتقلل القلق والتوتر. واعتقد موضوع الاوبن اريا دي يعني حاجه ما فيهاش خطوره قوي زي الاماكن المغلقه. يعني بالظبط. ممكن اروح يعني في اماكن مفتوحه ما فيهاش اي مشكله بالنسبه لي. اعتقد كمان حته ان انا اسحب نفسي مثلا من كتر المهام زي ما حضرتك ذكرتي، المهام الاسريه، ده مش عيب، بالعكس. يعني انا اخد فرصه لنفسي حتى لما اجي اخرج، ممكن يعني نفهم الاسره اني انا محتاجه اقعد لوحدي، بالظبط، سواء الاب او الام، بالظبط. يعني الاثنين. ده وقت لنفسي، اذا كنت هخرج مع نفسي او هخرج حتى مع مجموعه اصحاب، فلازم يبقوا عارفين كده. يعني يمكن غريب قوي انه ستات مثلا تاخد بعضها صحبات كده ويخرجوا مع بعض. ده مهم جدا، بس ده مهم جدا ده فعلا. صحي جدا جدا. أوي. محتاجين نتعلمه، وبس المهم الولاد والزوج يدوا فرصه يتفهموا، وكمان الست تدي فرصه للزوج انه يعمل كمان كده ويخرج مع اصحابه ويبقى ليه وقت انه رايح يلعب كوره. ما تبقاش، لان كل ده بيقلل التوتر. الرياضه كمان بتقلل طبعا. التوتر، والمشي بيقلل التوتر. طبعا عايزه قبل ما اختم ان احنا نركز على نقطه كمان مهمه قوي، ان احنا ما نزودش على نفسنا مهام بزياده. يعني حرام، يعني انا كل ما بالظبط. بشوف الاعياد اللي ربنا، طبعا فكره الاعياد دي من ربنا، هو كان دايما بيدي الانسان يوم يقول له اليوم دوت راحه ليك، اداله يوم اسبوعي راحه. وكان في ايات كتيره كلها للراحه. فاذا كان الله هو خالق هذا الجسد، زي ما نقول الشركه المصنعه عملت الكتالوج بتاعه ان هو ليه فرصه للراحه. احنا ساعات فعلا بنيجي على نفسنا قوي، انا لا انا لازم انجز ده ولازم انجز ده، في النهايه بحس ان انا باجي مره واحده احنا مش مصممين كده، مش مصممين كده خالص. يعني ربنا هو اللي قال، الانسان نقدس السبت، يعني الراحة، يوم الراحه بالظبط. ده هيعمل صيانه لينا. ما نجيش على نفسنا قوي بالمهام اللي طول النهار احنا محتاجين ان احنا نريح. فاعتقد دي نقطه برضو مهمه، واعتقد دي هي بتسبب الواحد لما بيبقى مضغوط جامد قوي وبيشتغل كتير قوي قوي، مره واحده تلاقيه فعلا توتر، ما هو مش عارف يركز بقى من كتر الحاجات اللي وراه. فمحتاجه ان احنا نختم بالفكره دي مع حضرتك برضو، تاكد لنا عليها. السبت ده كان يوم مهم قوي، بعيدا عن يوم السبت، لكن هو اليوم الراحه. ويوم الراحه في المفهوم بقى بتاع الكتاب المقدس ان انا ارتاح في ربنا وربنا يرتاح فيا. يعني مش بس ارتاح واستمتع، ده طبعا مهم، بس ان انا يبقى اليوم ده انا بريح ربنا وبفرحه، وهو كمان بيرتاح فيا، بيلاقيني يقعد معايا. ولما كان بيتكسر السبت كانت بتبقى مشكله كبيره قوي، كان بيبقى حصلت عبوديه بسبب كسر السبت. وحصل انه ما كانش فيه بركه في الدخل او في المرتب او في اللي كانوا بيحصلوا عليه بسبب كسر السبت، لانهم قال لهم ما تنزلوش يوم السبت تلموا المن، مش هيبقى فيه. يعني او ما تنزلوش تعملوا كده، انا هديكوا حصتكم من الجمعه. يعني ربنا من زمان بيأكد على الفكره دي بالظبط. لكن الانسان من كتر سعيه وخوفه على لقمه العيش وعلى حياته بيكسر الوصيه. بس الله يعني واضح وصريح وكلمته واضحه وصريحه. فعايزه برضه اقول انه دي نقطه مهمه، ان انا اقدس الراحه وما استخسرش في نفسي وقت الراحه ده، لانه دوت هيخليني ان انا كل حاجه تتظبط. يعني علاقتي بشريك حياتي، علاقتي باولادي، علاقتي باهل بيتي هتتظبط لما اقدس الراحه. صحيح. مدام شيخ، احنا مبسوطين جدا حضرتك معانا النهارده. موضوعنا مهم، نتمنى يا رب ان احنا كلنا نقدر نحصل على حاله سلام داخلي رغم حاله التوتر اللي احنا بنعيشها في الوقت الحالي. في نهايه حلقتنا كل الشكر لحضرتك. امين. شكرا. مشاهدينا، مشكله ممكن تكون جوه بيت اي حد فينا، مش عيب ان احنا نتكلم فيها بصراحه، العيب ان احنا نغطيها ونقول كده راحه. خلينا نناقش مشاكلنا بايجابيه لغايه ما نوصل لحلول جذريه. واشوفكم في حلقه جديده من برنامج من الحياه.